وطلب العلم أفضل الأعمال الإطلاق في كل زمان ومكان، لكن قد يتحتم في بعض الأزمنة والأمكنة على من هيأه الله لذلك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا انتشر الباطل، انتشرت البدع، انتشرت الجهل، يتحتم على يكون عينيا أن يهيئ أولياء الأمور من يقوم لله بالحجة. ساق أيضا إلى يحيى بن يمان: ما كان طلب الحديث خيرا منه اليوم، يعني أنه في هذه الأيام أفضل مما مضى، لأنه لا يأتي عام له الذي بعده شر منه. إذا كان الخطيب يئن من زمنه أن السنن قد اندرست في زمنه وخملت وظهرت البدع واستعلى أهلها وارتفعوا وانتشروا، كيف في زماننا؟ الحديث المذكور لا يأتي عام الذي بعده شر منه. فكان والله أن المتفرغ لطلب العلم والصابر عليه والمجتهد فيه وفي تحصيله وفي نشره لله سبحانه وتعالى أنه على ثغر عظيم، وأنه يجب أن يعظم كما جاء أنه ما في ملكوت السماوات أنه رجل كبير أو عظيم، كما جاء في سنن الترمذي بسند صحيح شأنه كبير. إذا كان هذه منزلتك أنت هذا الحال، ينبغي أن تصون نفسك، لأنك مغبوط، لأنك محسود، لأنك مرموق، ويريدون أن يضعوك تحت أقدامهم، أن يفتنوك بدنيا، أن يفتنوك شبهات وشهوات بجهل. نعم، فأنزل نفسك منزلتها مع التواضع، بحيث أنك لا تصرف عن الخير. إذا عرفت النعمة التي أنت فيها حافظت عليها ولا تصرف عنها. نعم، الله إننا نأسى، ولله حكمة في خلقه، ونسأل الله الثبات على قوم عرفوا السنن، عرفوا القرآن، حفظوا القرآن، حفظوا من السنن، ولهثوا بعد الدنيا، إما راحوا بعد الجمعيات والجهل وضاعوا، وإما راحوا بعد الوظائف وضاعوا. ونحن نناديهم، وإذا ناديتهم اعتبروك أنك ما تفهم أنت، وأنك ماذا تريد أن تحرمهم النعمة الدنيوية.